السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباراة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة في الدوري الجزائري يحتضن ملعب 5 جويلية مساء اليوم الثلاثاء 2 يونيو قمة كروية واعدة تجمع بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في ديربي عاصمي مرتقب ضمن منافسات الجولة 26 المتأخرة من البطولة الجزائرية لكرة القدم. وتكتسي هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين بالنظر إلى رهانتها على مستوى جدول الترتيب مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الكروي الحالي. ويدخل اتحاد العاصمة اللقاء وهو يحتل المركز 10 في جدول الترتيب بعدما حقق 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل 12 هزيمة خلال 27 مباراة، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وتحسين موقعه في البطولة. في المقابل يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها 14 انتصارا و5 تعادلات، ويدخل الديربي بمعنويات مرتفعة عقب فوزين متتاليين في الجولات الأخيرة. ويطمح أبناء العقيبة إلى تحقيق انتصار جديد من شأنه تعزيز حظوظهم في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا في ظل المنافسة القوية على المراتب القارية. يستقبل ملعب 5 جويلية مباراة اتحاد الجزائر ضد بلوزداد اليوم الثلاثاء الموافق ل 2 يونيو، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. وأعلنت لجنة الحكام تعيين عبد العالي إبرير حكما لمباراة اتحاد الجزائر ضد شباب بلوزداد. يمكنكم مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ضد اتحاد العاصمة عبر شبكة التلفزيون الجزائري العمومي، حيث تذاع عبر قناة الشبابية 6 الجزائرية. في آخر 14 مواجهة جمعت بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في جميع المسابقات، تمكن أبناء البهجة الفوز في 7 لقاءات والهزيمة في 3 مباريات، وانتهى التعادل بين الفريقين في 4 مواجهات. اللقاء الأخير بينهما في نهائي كأس الجزائر في اللقاء الأخير بينهما في نهائي كأس الجزائر شهر أبريل الماضي، واستطاع اتحاد الجزائر الفوز بهدفين مقابل هدف على ملعب نيلسون مانديلا. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. المرجو الاشتراك في القناة من أجل التواصل بتغطية خاصة لمباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، وترقبوا تغطية خاصة ونتائج المباراة على القناة. المرجو الاشتراك في القناة من أجل التواصل بالنتيجة النهائية، وشكرا على وفائكم وإلى اللقاء.